أيضا من أساليب التنشئة الاجتماعية السليمة التي قال بها علماء الغرب وعلماء علم النفس والاجتماع، وهو كل هذا منبعه من ديننا الإسلامي، الاستجابة لتساؤلات الطفل. الاستجابة لتساؤلات الطفل. فالطفل دائما ما يتساءل والديه: ما هذا يا أبي؟ ما هذا يا أماه؟ فلا بد أن تجيبه إجابة بسيطة حتى يستطيع أن يفهمه. لا تنهره ولا تزعق له ولا تمنعه أن يتساءل، هذا ليس من الإسلام. فلا بد أن نجاوبه بقدر المستطاع أن يفهم ما هذه الأشياء وما هذه الأمور. فالأسرة هي البذرة الأولى لتعلم الطفل. تعلم طفلك وشجعه أن يتساءل، فكلما تساءل أكثر كلما تعلم أكثر وأكثر. وإذا قمت بخوفه فهذا يربي في داخله الجبن ويصبح جبانا طوال حياته. حتى في المدرسة إذا الأستاذ يشرح الدرس ويقول: هل فهمتم؟ يخشى الطفل أن يرفع يداه ويقول: أنا لست بفاهم. لماذا؟ لأنه تربى على الخوف، تربى على العدوانية. فلا بد أن لا نلجأ لهذه الأساليب، لابد أن لا نلجأ لهذه الأساليب.